لمن يجرؤ برنامج حواري نستضيف من خلاله شخصيات بارزة في مجال السياسة والرياضة والاقتصاد والفن وفعاليات من المجتمع المدني، نحاورهم بتجرد ووضوح ومصداقية. وبخصوص الصورة اللي جابت مواقع التواصل الاجتماعي شافها العالم ديال الكاميونات وديال سيارات رباعية الدفع اللي طالعين في الجبال. سيدي يونس على ان حزب التجمع الوطني الاحرار خاض انتخابات نظيفة ونزيهة، ما كان فيها لا استعمال المال ولا يعني استقطاب الاشخاص بشي اساليب غير مشروعة ولا نهائيا، وما كانت خروقات فيما يخص الحملة الانتخابية. هل حزب التجمع الوطني الاحرار والاعضاء ديالو كيستافدوا من المال العام؟ بالنسبة لتمثيلية الحزب على مستوى الجماعات سواء الحضرية او القروية، قول لي شنو هما الاسباب اللي خلات حزب التجمع الوطني الاحرار الى حدود الساعه ما فرضش وجوده خاصه في الانتخابات الجزئيه؟ اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقه الاولى من برنامجنا الحواري لمن يجرؤ. ضيف هذه الحلقه هو حزب التجمع الوطني للاحرار فرع قرسيف، ممثلا في السيد يونس فرحان. سيدي يونس مرحبا بك، نورتونا. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد. شكرا سي وليد على توجيه الدعوه لينا. مرحبا. وان شاء الله نتمناو الاجوبه في هذه الحلقه اللي نعطيوها للشارع تكون كافيه وشافيه ان شاء الله. ان شاء الله. عرف بعد المشاهدين بحزب التجمع الوطني الاحرار وبالصفه ديالكم. يونس فرحان، رئيس الشبيبه التمثيليه الاقليميه الشبيبه التجمعيه باقليم كرسيف ونائب رئيس المنظمه الجهويه الشبيبه بجهه الشرق. بالنسبه لحزب التجمع الوطني الاحرار كي كنعرفوا الحزب وطني اللي كيقود الحكومه في الوقت في هذه الولايه هذه، واللي كنتمناو فيها ان شاء الله تكون عندنا حصيله مشرفه اللي تخدم الشارع وتخدم المواطن المغربي ان شاء الله. بالنسبه لتمثيليه الحزب على مستوى الجماعات سواء الحضريه او القرويه، بالنسبه للجماعات، الجماعه الوحيده اللي عندنا التسيير ديالها هي الجماعه القرويه ديال راس القصر. نعم. اييه. وبالنسبه للجماعات الاخرين كاين شي جماعات قرويه اللي حنا مشاركين في التسيير ديالها، على سبيل المثال الجماعه ديال ساكا. وكاين في الاغلبيه كاين الاخ محمد الشهاب اللي هو نائب ديال رئيس الجامعه. نعم. وبالنسبه للجماعات الاخرين ما توفقناش اننا نكونوا في التسيير. بالنسبه لساكا بشراكه معنا مع الاستقلال، مع حزب الاستقلال. نعم. وبالنسبه للجماعات الاخرين الحضريه ولا الجماعات القرويه الباقيه ما توفقناش في التسيير ديالها ولا المشاركه في التسيير ديالها، وحنا كنتواجدوا في المعارضه. والخير فيما اختاره الله. نعم. بالنسبه للتمثيليه ديال البرلمان ديال المؤسسات الشرعيه ما كانش. لا ما كاينش. على المستوى الاقليمي، المستوى الجهوي كاين. كنا في المرتبه الثالثه. نعم. الشيء اللي ما توفقناش في الانتخابات العاديه، على اعتبار ان الانتخابات الجزئيه ما دخلتوش. انتخابات 2022 نعم. ما توفقناش اننا نكونوا في يكون عندنا مقعد برلماني على حزب التجمع الوطني الاحرار في اقليم قرسيف. والحمد لله رغم ذلك كاين اخوان برلمانيين ديال جهه الشرق متعبئين كاملين وفاتحين البيبان ديالهم والتليفونات ديالهم نعم. شنو هو السبب اللي خلى حزب التجمع الوطني الاحرار على انه يخسر المقعد في الانتخابات الاخرى، مع انه كان يعني من الناس المرشحين على انه يفوز بشي مقعد؟ بالنسبه للاسباب ما نظنش ان هي اسباب مباشره، ولكن نقدروا نقولوا بحكم ان الناس اللي كانوا في حزب التجمع الوطني الاحرار ومنهم انا ما كانش عندنا تجربه في السياسه من قبل. نعم. ما كانش عندنا تجربه في الترشيحات وهذه. على سبيل المثال الاخ المختار السهلي اللي كان اول مره كيخوض غمار الانتخابات، ومعاه بزاف ديال الاخوان لا في الغرف لا في الجماعات الحضريه والقرويه، وكنظن باللي هذا هو السبب الوحيد اللي يعني ضعف التجربه في المجال السياسي. التجربه، والحمد لله كانت نتيجه مشرفه. راه حصلنا على ما يقارب 15000 صوت في التجربه الاولى، حاجه ماشي سهله، وان شاء الله كنوجدوا راسنا لما لا باش. لا هو سيدي يونس كيفاش تكون يعني حزب التجمع الوطني الاحرار اقليميا؟ حزب التجمع الوطني الاحرار كان موجود في اقليم قرسيف، وكان واحد الوقت مع اوراغ وكان مع حسن خاتوف، ومن بعد جاء السي توفيق بن مامون اللي تعين كمنسق اقليمي، واللي كان فيه الفضل، اللي كان عنده الفضل انه يشجعنا على العمل السياسي والمشاركه في الحياه السياسيه. شحال من سنه ديال حزب التجمع الوطني الاحرار حاضر في قرسيف؟ نعم حاضر في قرسيف. التمثيليه الاقليميه كنهضروا. التمثيليه الاقليميه نعم. سواء المكاتب الاقليميه او المحليه.
انا كنعقل باقي صغير كان كيترشح اوراق في قرسيف. هو ماشي ولد قرسيف؟ اييه، ولكن ذاك الوقت كان قرسيف ما عندوش عماله، دونك كان تابع تازه، كان اوراق المقعد ديال قرسيف محسوب عليه. دونك راه هذا الشيء يقول من التسعينات. لا بالنسبه لابناء المدينه يعني كاينين ولاد قرسيف اللي ملتحقين بحزب التجمع الوطني للاحرار حاليا؟ اييه كاينين، موجود في شتى القطاعات والمجالات؟ كاين دابا عندنا حنايا المنظمه ديال التجار، عندنا منظمات موازيه اللي تابعه للحزب، كاين منظمه التجار، منظمه المقاولين، منظمه المحامين، راه حنا كان ان شاء الله كان المكتب القديم ودابا غادي نحاولوا باش نجدوا المكتب ديالهم، وعندنا المنظمه ديال النساء وديال الشباب الى اخره. قلت لنا سيدي يونس على ان الحزب يعني عنده واحد الماضي عريق في مدينه قرسيف، يعني ملي كنت صغير، يعني هذه فايته 20 عام او لا، يعني تقريبا الا انه للاسف الشديد ماشي نشيط، ماشي حزب نشيط. عرفناه مؤخرا في التمثيليه ديال في الانتخابات الاخيره، الا انه ما زادش في الجزئيه. علاش؟ ايه، هو بالنسبه كيسيون ديال الحزب نشيط ولا ماشي نشيط، هي كان واحد الفتره ديال الركود في الاقليم قبل ما يتولى السي توفيق بالمامون التنسيقيه الاقليميه، المهام ديال المنسق الاقليمي. شحال دابا باش تولى؟ جو بونس من 2016. من 2016 الى اليوم. 2016 الى اليوم، وتجدد المكتب وبقى على راس التنسيقيه الاقليميه بالتوافق بين الاخوان كاملين. بالنسبه ملي تولى الاخ الدكتور توفيق بالمامون المهام ديال المنسق الاقليمي، كان هناك العديد من الانشطه الموازيه اللي كنا نديروها للحزب. كنا كنديروا انشطه مثلا بالنسبه للطلبه اللي كانوا مقبلين على اجتياز المباريات ديال التعليم. نعم. درنا حملات تحسيسيه من جات مع الكوفيد والوباء ديال الكوفيد، وكانت شملت الشارع العام وشملت المدارس، بعض المدارس، وإضافة إلى العديد داكشي ديال المؤتمرات الإقليمية والاجتماعات ديال الشبيبة. نعم. قول لي بالنسبة على المستوى الإقليمي دائما ولا المحلي؟ المستوى الإقليمي. هل حزب التجمع الوطني للأحرار والأعضاء ديالو كيستافدوا من المال العام؟ واش استافدوا من المال العام سواء في إطار تعاونيات أو جمعيات أو ما إلى ذلك؟ واش سبق لهم استافدوا بشي تمويل معين من المال العام؟ بالنسبة لي على حد المعرفة ديالي كاين، شوف المال العام خصك توضح مثلا سواء في اطار تعاونيات او جمعيات، في اطار مؤسسات غير حكوميه ذات منفعه عامه او ذات منفعه خاصه او شركات خاصه. كاين حنا بصفتي كرئيس ديال التمثيليه الاقليميه الشبيبه التجمعيه، كان عندي لقاءات مع بزاف ديال الشباب اللي منخرطين ولا ماشي منخرطين، وكنحاولوا نشرحوا لهم البرامج ديال الدعم اللي كاينه اللي دايرها الحكومه، سواء المقاولين الذاتيين او التعاونيات او الجمعيات، وكنحاولوا نواكبوهم. وماشي غير الناس اللي منخرطين معاه، حتى الناس اللي ما منخرطينش مع الحزب. يعني كتحاولوا ما امكن على انكم تجرؤوا معهم هذوك البرامج على ارض الواقع. بيان سور، لحقاش هذا الشيء كيدخل في المهام ديال الحزب سموه هو خصو يدير تأطير للمواطنين، للشباب، للشيوخ الى اخره. كندخل في المهام ديالنا كسياسيين وكشباب. نعم. قول لي واش الحزب عنده شي انجازات او شي منجزات على المستوى الاقليمي والمحلي؟ المستوى الاقليمي والمحلي نعطيك منجزات باغ اكزومبل. الا هضرنا على القطاع الفلاحي، القطاع الفلاحي منذ ان كان الاخ الرئيس اللي دابا هو رئيس حكومه، منين كان كيشغل على المهام ديال وزير الفلاحه، كانت واحد تبارك الله مع المخطط ديال المغرب الاخضر اللي شرق على انتهائه بلدينا في الجيل الاخضر، كانت واحد العدد كبير نتاع الضيعات الفلاحيه اللي استفدت من الاعانات ديال السقي الموطي والتنقيط، الغرس ديال الاشجار الزيتون ومختلف النباتات، ماشي غير الاشجار ديال الزيتون. وكان حتى حاولنا تخلقت في قرسيف بيطو واحد الطبقه اللي هي ما نقولوش كانت كتعيش لها هشاشه، مي ابخي ولات متوسطه او غنيه. عن طريق نهضروا مثلا على هذا السقي الموضعي للتنقيط، تكرياو العديد من الشركات ديال الشباب اللي استثمروا في هذا المجال نتاع الخدمات وخدموا معهم الناس وتبارك الله دابا لي سوسيتي ديالهم كيديروا دي شيفر دافير اللي هما كبار، ومخدمين معاهم بزاف ديال الناس، والامباكت ديالها ان على دوك الناس كيعينوا بزاف ديال الاسر، والحمد لله كاين شويه. لا واش كاينه انتقائيه في اختيار الاشخاص، ولا كتختاروا انتم بحالكم بحال مجموعه الاحزاب السياسيه الناس اللي كتصوت عليكم ولا الناس اللي كتدعمكم؟ بالنسبه لي ما كاينش انتقائيه، ما كاينش انتقائيه كاع بتاتا. علاش؟ لحقاش هاد الشباب هادو اللي كنقول لك الاغلبيه ديال الشباب هما اللي هاد الشركات اللي خدامين في هذا القطاع الفلاحي، واحد العدد قليل اللي نقول لك كينتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار. ما كاينش واحد لحقاش الاداره ديال الجميع، الاداره ديال بليطو المديريه الاقليميه نتاع الفلاحه ديال الجميع، ماشي ديال المنخرطين ديال حزب التجمع الوطني. نعم.
كاين بزاف ديال الناس اللي منخرطين في حزب التجمع الوطني الاحرار واختاروا انهم يمشيو للمجالات اخرى غير باش ما يكونش هذه القضيه نتاع راه حكا هذاك خدام مع الفلاحه ولا شي حاجه حيتاش الوزاره ديالهم. حنا كنتعاونوا معاه، وكاين الناس اللي كيجيو من احزاب اخرى كتكون عندهم مشاكل كيطرحوا لنا مشاكل ولا اللي كيعانيوها سواء في الاستثمار ولا في الحياه اليوميه ديالهم، وحنا كنتواصلوا مع الوزراء ديالنا ومع البرلمان ديالنا وكنحاولوا باش نلقاو لهم حلول للمشاكل ديالهم. نعم، لقيتوا بعدا شي حلول ولا مازال الامور عادي يعني كتخبط؟ بيان سور لقيتوا مجموعه الحلول، عطينا شي نماذج. راه واحد الوقيته كان عندنا واحد المشكل كبير على الصعيد ديال المديريه الاقليميه للفلاحه، كان هناك بزاف المقاولين كيواجهوا بزاف ديال الصعوبات في التأطير ولا في المواكبه ولا في لي ديبو ديال لي دوسي ديالهم. هادشي في علاقتهم مع الاداره؟ اييه، مقاولين وفلاحه ماشي غير بحال كيعقدوا عليهم المساطر، ما كاينش هناك تسهيل للمساطر الى حد ما. بصح كان عندنا واحد المشكل نتاع نقص في الموارد البشريه. وكان عندنا بزاف ديال المشاكل. تواصلنا مع السيد وزير الفلاحه، كان انا ذاك عاد كاتب عام، وتواصلنا مع السيد الوزير وتحل المشكل وتبدل المدير. دابا الحمد لله كاين واحد المدير. دابا كتعتبروا هذا مكسب الحزب التجمع الوطني الاحرار على المستوى الاقليمي؟ حزب التجمع الوطني الاحرار كما قلت لك السي وليد في البدايه ما كيخدمش بديك النظريه نتاع انني غادي نعاون الناس ديالي اللي كيعاونوني في الانتخابات ولا اللي كيوقفوا معاك. كيخدم مع الجميع، هو حزب الجميع، لدرجه انني قلت لك كاين ناس من احزاب اخرى اللي كيوقع لهم عندهم شي مشاكل وبصف بحكم انهم كيعرفوا الوزاره تابعه لحزب التجمع الوطني الاحرار لا كيتواصل معاه كيطرح المشاكل ديالو، وحنا الحمد لله كنوجدوا لهم الحلول. كاين اللي توفقنا فيه كاين اللي لا، ولكن قول لي شنو هما الاسباب اللي خلات حزب التجمع الوطني الاحرار الى حدود الساعه ما فرضش وجوده، خاصه في الانتخابات الجزئيه؟ كنا متوقعين على انه غادي ياخذ غمار التجربه للمره الثانيه، الى انه انسحب يعني في اخر لحظه، وما كاين حتى شي سبب موضوعي ومقنع يعني اللي الراي العام ما عارفش. كيقول كاين تحالفات على مستوى المركز ومنعوا عليكم على انكم تدخلوا للغمار، اذا كان ممكن توضح لنا. بالنسبه لحزب التجمع الوطني الاحرار اي قرار كيتاخذ على المستوى الاقليمي او المحلي واللي كيجينا بتوجيه ولا توصيه من الرئاسه ولا من المكتب السياسي ماشي غير كيجي قرار منزل. كيجلسوا معنا كيديروا معنا تواصل، كنتلاقاو كنهضروا فوالا ها الحيتيات ديال القرار اللي خديناه، واش موافقين واش ما موافقين، حتى كنقتنعوا بيناتنا وكنتوافقوا على داك الشيء وكنتوكلوا على الله. بالنسبه للانتخابات الجزئيه الاخيره فعلا كان هناك تحالف حكومي اللي كاين، التحالف الثلاثي اللي كاين في الحكومه، وكان علينا اننا نحترموه وتقنعنا وكنشوفوا باللي الواحد من الاحسن يتبع الامور كما هي حتى تكون في الوقت ديالها من الاحسن. نشوفوا ارتسامات المواطنين ونكملوا الحلقه. مرحبا. السلام عليكم. بالنسبه للاحزاب حنا اللي عندنا هنايا نفس الاحزاب اللي كتعاود كل مره، وحتى حزب ما دار شي حاجه، كتكون وعود بوعود وما كاينه حتى شي حاجه. تقريبا دراسات دابا 20 مشروع دابا تقريبا اللي غايديروا، ومازال راه كاينه في الكروكي كما كنقولوا هكا ديال البلديه 20 مشروع مصادقين عليها وما كايناش في ارض الواقع. كاين والو حتى حاجه، غير اللي كيدخل كيشوف غير المصالح ديالو. الرساله ديالي اللي غنوجه لهم هم يتقوا الله سبحانه وتعالى، هذا هو اللي كاين. كلشي راه كيشوف. الاحزاب السياسيه كيف حتى ملي عقلنا على راساتنا ما كاينش شي انجاز هكا اللي يعترف به في هذا الارتفاع. كاين شي حزب معين اللي كتعرفوا انت باللون ديالو السياسي او لا يعني بالنشاطات ديالو، ولا ما كتعرف حتى حزب؟ خالي ما كنعرفش هاد الاحزاب، ولكن سواسيه. شنو نقول لك كيف كاين الاحرار زعما ما كامل الاحترام زعما الناس اللي كينتميوا للاحرار. انا الاحرار انا براسي انا راه عندي انتماء سياسي، عندي واحد المظله سياسيه اللي هي ديال الطاب، ولكن انا الاحرار بحكم انني يعني فاش كنحضر للدورات هذه مازال ما عرفتش انا الاحرار واش مع الاغلبيه ولا مع المعارضه. انا كنقول لهم بالله انا مواطن جرسيفي غاضب عليكم كلهم بدون استثناء، وخا رغم التواصل ديالهم ولكن خصهم يعني انا كنقول لك لو كان يتواصلوا مع المواطن راه ما خصو والو، ما كيجيش يقول له اعطيني باش نجيب ساكل الخضره. المواطن غيدخلو جلس معاه شرح له فشو كما كنقولوا، فهمتي؟ ما باغي المواطن والو مع السياسيين هذا. وبالنسبه للاحرار اللي عنده 8 المقاعد خصنا يوضح لنا واش راه في المعارضه ولا في الاغلبيه، لان 8 المقاعد ماشي سهله في المجلس البلدي، ولكن احنا ما عرفناش واش راه في المعارضه ولا في الاغلبيه. حزب التجمع الوطني الاحرار كنتكلم على حزب التجمع الوطني الاحرار. الاحرار ما عندوش شي وجود كبير بلا ما نكذبوا،
حزب الاحرار ما كانش عنده وجود، وهي الوجود ديالو باش بان وهي المنافسه الانتخابيه السابقه. ولكن انفو الاحرار خسر في الانتخابات، واخا كان عنده المعارضه في المجلس البلدي صافي غبر. غادي نهضروا بالدارجه، غبر ما بقاش باين على الساحه. حزب الاحرار لحد الان كنتسائلوا مازال ما وصلناش بجواب، سواء من المسؤول الاقليمي تاع قرسيف ولا الكاتب الاقليمي ولا المحلي. يعني يقولوا ان هاد الاحرار ما كيديروا في المجلس البلدي، واش معارضه واش اغلبيه؟ يعني حزب صامت. انا ملي كنحضر الدورات نتاع المجلس البلدي الاحرار ديما كيصادق بغض النظر على جوج ولا اللي كيهضروا، اما الاخرين نقولوا بحال مومياوات. وفيما يخص يعني هذا الكلام تاع الاحزاب، احنا الناس صوتوا عليهم باش يكونوا في المجلس البلدي والمجالس المنتخبه باش يهضروا، باش يشوفوا يعني الاكراهات والاحتياجات تاع ساكنه قرسيف. سيدي يونس، شفتوا معنا ارتسامات المواطنين، شنو كتعلقوا عليها؟ شنو تعليق عليها؟ شنو تقول؟ شفنا الارتسامات ديال المواطنين، وشفت واحد الخمسه او سته ديال الاراء، واحد جوج كانوا على ان الاحزاب سواسيه، والباقي كان على اساس ان حزب تجمع الوطن الاحرار الناس بغات تعرفوا في المجلس البلدي واش معارض ولا مؤيد. بالنسبه للسؤال الاول او الارتسام الاول، كاين شي حاجه سميتها الاحزاب كيف دابا المواطن كيقول لك الاحزاب كيف ولكن الا مشيت تواصل مع شي واحد وتسولو على من كان كيصوت ولا ما كيصوتش كاع بتاتا، كيفاش غدير توصل لواحد اللي عمرو وصل للتسيير باش تدعمو وتشوف داك الساعه تقرر واش هذاك السيد نفع ولا رحنا الحياه التجارب. حنا كنعاونوا هذا ما يصدقش، نعاودوا للجوج ما يصدقش، نعاونوا الثالث ما يصدقش، حتى يوصل لواحد اللي كيصدق. ما يمكنش كلشي يكون فاسد، وما يمكنش كلشي يكون ما عندوش مع التسيير. ما يمكنش نبقاو نجربوا فيهم الاشخاص، اما نجيبوا ناس عندهم الكفاءه ونحطوهم يسيروا البلاد، او لا يمشوا في حالهم. ماشي فقط تجارب السي وليد، غنقول لك في ايامات ديال الحمله الانتخابيه نعم كاينين الناس المرشحين ووكلاء اللوائح كيخرجوا كيديروا لقاءات تواصليه في الحمله مع الساكنه ديال الاقليم بدون استثناء. الور انايا من كيجي عندي واحد السيد اللي كنعرفو دوز واحد 4 د الولايات ولا 5 ولا 6 ولا 12 ولا 10، اوتوماتيكمون هذاك السيد خصو يتبدل. نعم سورتو الا ما كاينش واحد النتيجه على ارض الواقع. كاينين دراري دي جون اللي كانوا في الانتخابات السابقه وبزاف وكتعرفوهم، واللي عمرهم سيروا وجايين بواحد الحس ديال واحد الغيره على الاقليم باغيين يخدموا، وللاسف ما توفقوش. يعني الخطا هنايا فين كنلقاو او المشكل فين كنلقاو؟ ان ديجا هذاك السيد اللي غادي يغلب واحد الطرف على الاخر ما كيتفاعلش وما كيصوتش. يعني المواطن ما كيصوتش، المواطن عنده واحد الجزء من المشكل انه ما كيدعمش انعدام الثقه. يمكن نقولوا انعدام الثقه، يمكن نقولوا راه سي وليد ملي كنا كنخرجوا في الحملات الانتخابيه راه كنلقاو بزاف نتاع المواطنين اللي ما مأطرينش وما كيعرفش اصلا شنو هو البرلمان، شنو كيدير فيه البرلماني، ما كيعرفش رئيس البلديه شنو كيدير، ما كيعرفش شنو هو بسمو الدور ديالهم. يعني وهذا كنردوا ليه السبب الاساسي في هذا الشيء هو الاحزاب السياسيه، لحقاش ما كديرش الدور ديالها كاملا في التأطير. هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للارتسامات التوالى اللي بقاو، الاغلبيه شفت فيهم ان الناس كيقول لك بغينا نعرفوا حزب التجمع الوطني الاحرار موجود في الجماعه الحضاريه ب8 المقاعد، ولكن بغينا نعرفوا واش التوجه ديالو، يعني توجه ديال حزب التجمع الوطني الاحرار في الجماعه الحضاريه غامض. هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي قالوا الناس كيرجع بالدرجه الاولى للتأطير ما كاينش. علاش؟ نعم بصفتي كمعارضه راه ماشي كيعني انني خصني نوض وندابز وندير صداع ولا وهذا الشيء ما يدوش. بصفتي كمعارضه راه عندي واحد الدور بحال نقولوا تشاوري، ولا واحد الدور نتاع انك تقدم ملتمسات لذاك المجلس اللي تجيب مقترحات كذلك. دونك انا ملي كنشوف واحد الحاجه فيها خير للساكنه ولا فيها واحد غادي يكون فيها انجاز مزيان للجماعه، راه بالضروري خصني صادق، ما يمكنش غادي نعرقل. لا هو كيبان لك قرسيف كيبان لك مزيان. وبالنسبه لي كشاب نعم كرئيس ديال الشبيبه ولا غادي نقول لك باللي انا براسي ما راضيش على شي حوايج ولا كنراضي على شي حوايج. ما غاديش نقول لك قرسيف جنه ولا ما خصها والو ولا هذه، كاين بزاف ديال الحوايج اللي خصهم يتصاوبوا، كاين بزاف ديال الحوايج المشاريع اللي خصهم يدخلوا للمدينه. انا واحد من الشباب اللي اختاريت انني نبقى في المدينه ونخدم في مدينتي وما نخرجش على برا. من حقك. نعم. وكما كنقول لك المشكل ديال قرسيف هو ان التأطير ديال الاحزاب السياسيه، ونقدروا نقولوا بلي المواطن في قرسيف مازال ما عندوش واحد الوعي السياسي على الاهميه ديال ذاك الواجب الوطني ديال التصويت.
وعلى الاهميه تاع انني نعطي الشعله لواحد السيد اللي مرشح جديد ولا واحد الحزب اللي يلاه اول مره غادي يسير في الاقليم ولا هذه، نعطيه الثقه ديالي ونعاونو باش يسير ونفرض عليه المطالب ديالي والبرامج ديالي. وكذلك الاحزاب السياسيه ندقها، انا نعطي كتجربه شخصيه ديالي. راه في 2016 في التالي ديال 2016 بونس ديسمبر ولا باش نلتحق بحزب التجمع الوطني الاحرار، درت واحد الزياره شامله للاحزاب كاملين اللي كاينه في الاقليم، تواصلت معاهم كاملين. ثاني لقيت راحتي في حزب التجمع الوطني الاحرار، نقولوا التوجه ديالو بحال ديالي، ولقيت واحد الترحاب ولقيت واحد التاطير واحد التكوين. إلا سمحتي لي سيدي يونس، هناك من يقول على ان حزب التجمع الوطني الاحرار في الاقليم قرسيف هو صناعه السلطه وتم خلقه لاضعاف خاصه حزب العداله والتنميه. اش كتقول في هذا الشيء؟ كنتش نقول صناعه السلطه، اذا كان واحد الحزب ما يمكنش نقولوا هذا المصطلح كاع. حزب التجمع الوطني الاحرار كما قلت لك كان متواجد من القديم في قرسيف، ماشي عاد البارح ولا اليوم، راه كان مع الوقت ديال اوراق كما قلت، وكان قبل الحاج رشيد الهواري كان في البلديه باسم التجمع الوطني الاحرار، وكان السي حسن خاتوف، وجا موراه المنسق الاقليمي الدكتور توفيق بن المامون. ما كاين ان شاء الله راه حنا حزب التجمع الوطني الاحرار تلاقينا مع القيادات وعطاونا البرنامج ديالهم الوعود ديالهم وتوكلنا على الله معاهم ومشينا في هذا المشروع. للاسف ما توفقناش اننا يكون عندنا نائب برلماني باسم التجمع الوطني الاحرار في اقليم قرسيف، ولكن الحمد لله جميع الاقاليم ديال جهه الشرق فيها نواب برلمانيين ديال التجمع الوطني الاحرار واللي هما في تواصل دائم معنا. وراه غير ديرنييرمون كان واحد المشكل ديال اللي كان في التاسيس ديال التعاونيات الفلاحيه او الصناعيه، المهم التعاونيات. كان المواطن القرسيفي اللي كيفكر انه ياسس تعاونيه كيخصو يدير بلاصه الحسيمه باش يدير الطلب ديال التسميه، وكيمشي النهار الاول باش يديبوزي الطلب وخصو يرجع ابري واحد 3 ايام ولا 4 ايام خصو يرجع عاوتاني للحسيمه. دونك حنا المصروف ديالها خصو ياكل واحد 1000 درهم ولا 1500 درهم ديال لي ديبلاسمون باش يجيب التسميه بلا الوثائق اللي تابعه هنا. تواصلنا مع احد النواب البرلمانيين اللي كنوجهوا له التحيه ديال السي محمدي توحتوح عن اقليم الناظور، وتواصل مع السيده الوزيره ديال التضامن الاقتصادي الاجتماعي وتم حل هذا المشكل. ودابا الناس اللي كيفكروا انهم ياسسوا تعاونيات، الجهه رجعنا تابعين لوجده، نكتب التعاون ديال وجده ويقدر ما يديبلاصاش كاع لوجده باش يطلب التسميه، كيطلبها بار ايميل عبر البريد الالكتروني ياخذها. لا سمحتي لي سيدي يونس، قول لي بالنسبه للانتخابات اللي دازت واش كنتوا راضيين عليها على مستوى يعني ممارسه العمل الانتخابي، على مستوى الحمله، على مستوى النزاهه والشفافيه والمصداقيه كذلك ديال الحملات الانتخابيه كامله، واش كاينه شي طعون في هذا الصدد؟ بالنسبه للحمله الانتخابيه اللي كانت في ذاك الوقت، انا راضي على الجروب اللي كنا خدامين معاه الصراحه. الوقت كان واحد الوقيته ما كانش باين شكون اللي غادي نديرو في على راس اللائحه وكيل اللائحه ديال الانتخابات التشريعيه. ومن جا الاخ المختار السهلي اللي كان هو وكيل اللائحه، كان بعض الاخوان اللي عندهم تخوف كيقول لك حنا شباب، يقدر هذا السيد ما يخدمش معنا، يقدر يليكيدينا، ما يبغيناش. ولكن الحمد لله الاخ المختار والاخوه ديالو، لا حكيم اللي هو دابا هو الكاتب الاقليمي، تواصلوا مع الشباب وداروهم في الفريق العمل ديالهم وخدمنا مجموعين. وكما قلت لك النتيجه ديال 14000 صوت او 15000 صوت اللي جبنا في ديك الانتخابات ماشي سهله بحكم التجربه الاولى. وجميع الفريق العمل كامل كان عنده الحمد لله كان عنده دابا كتقول لي سيدي يونس على ان حزب التجمع الوطني الاحرار خاض انتخابات نظيفه ونزيهه، ما كان فيها لا استعمال المال ولا يعني استقطاب الاشخاص بشي اساليب غير مشروعه ولا نهائيا، وما كانت خروقات فيما يخص الحمله الانتخابيه. شوف بالنسبه للخروقات ما نقدرش نقول لك ما كاين حتى شي خرق من الخروقات، جميع الاحزاب السياسيه كترتكب خروقات. يقدر يكون عندنا خروقات في لحقاش ذاك الوقت كانت جات في الوقيته ديال حالات الطوارئ، يقدر يكون كان عندنا خروقات في العدد ديال الناس اللي كانوا خارجين في الحمله او في الوسائل اللوجستيه اللي كنا استخدمناها. ولكن هذا ما يعنيش ان كان عندنا واحد الفريق العمل اللي هو منظم والاغلبيه ديالو كانوا شباب. وكما قلت لك واخا ما ربحناش البرلمان كان عندنا استطعنا اننا نتفوقوا في الغرف المهنيه، حيتاش خدينا 2 ديال المقاعد في الفلاحه، وخدينا مقعد في الصناعه التقليديه، وخدينا مقعد في
في غرفه الصناعه ديال التجاره والخدمات صنف الخدمات. كتشوفوا على انكم عوضتوا خساره أيه. المقعد البرلماني عوضتوها يعني كان واحد المشكل في صنف الخدمات، والحمد لله من بعد الطعن وهذه رجعنا المقعد ديالنا، وان شاء الله كنستناو. يعني دابا حزب التجمع الوطني للاحرار هو اللي راه كيمثل صنف الخدمات قلتي لي. مازال عاد كنستناو التنفيذ ديال الحكم، ولكن ربحتوا الحكم زعما. ربحنا الحكم ايه. اوكي مزيان. قلنا بالنسبه للحمله الانتخابيه كانت نظيفه ديال حزب التجمع الوطني للاحرار. شوف ما كان فيها حتى شي اتهامات معينه ولا انا كنت حيت راجع على انه كانت شي شكايه يعني في حزب التجمع الوطني للاحرار وكذا حزب الاستقلال بخصوص استعمال المال يعني في الحمله الانتخابيه. هاتوا برهانكم. يعني هي كانت مجرد اشاعات. بيان سور، انا قلت لك كنت من الناس اللي مشرفين على الحمله الانتخابيه وعلى الانتخابات ديال الحزب ديالي. كنت من مدراء الحمله. فوالا، كنت مع فريق عمل ديال الشباب، كاين اللي كيمشي للجامعات، كاين اللي كيمشي للجامعات القرويه، كاين اللي في الحضريه، كاين اللي متبع البرلمان، كاين اللي متبع النتائج، كل واحد باش مكلف. و الشيء علاش قلت لك كانت الحمد لله دازت في ظروف جديده. وبخصوص الصوره اللي جابت مواقع التواصل الاجتماعي شافها العالم ديال الكاميونات وديال سيارات رباعيه الدفع اللي طالعين في الجبال، كانوا الناس كيتسائلوا واش هذوك الكاميونات عامرين بعدا ولا خاويين. هو السي وليد، شوف دابا في الحمله الانتخابيه القانون كيسمح لك انك تستخدم الوسائل اللوجستيه اللي غتنفعك في الانتخابات باش ديبلاصا باش تحرك. كان واحد وكيل اللائحه الحمد لله ميسر عليه الله، عنده رزقه وعنده الطوموبيلات ديالو كيتمشى بهم. هذا ما كان كياخذ بهم الحمله ديالو ديال الاخوان ديالو ديالنا، ياخذ بهم الحمله. كاين اللي كيقول لك راه داك الكاميون ما عرفتش شحال بكري في النار، هذا السيد عنده شركه ديال النقد الدولي دونك نعم راه ما كان لا كرا لا والو. ساهم في الحمله، ساهم في الحمله بالمال ديالو الخاص في حدود داك الشيء اللي كاين اللي كيقول لك الثمانينات شوفوا حزب التجمع الوطني للاحرار طالع شي طلعه بلا حمله انتخابيه، يعني ما كان حتى شي حاجه ويمشي عند الناس البوادي والقرى ويأزرهم ويدعمهم. شوف ابار من سنه الانتخابات، نهضروا على من سنه الحمله وسنه الانتخابات. نعم. الاخ المختار السهلي ولا المنسق الاقليمي السي توفيق بالمامون ولا الاخ حكيم السهلي اللي هو الكاتب الاقليمي كاملين، ولا انا بصفتي كشبيبه وكذا، راه ملي سالات الحمله وحنا كنديروا لقاءات تواصليه. كان المؤتمر الاقليمي وقبل هادشي في مدينه كرسيف. قبل لي بريباراتيف ديال المؤتمر راه كانت لقاءات تواصليه مع الناس ديالنا والناس اللي ماشي مع ديالنا، وجلسنا معاهم وقلنا لهم ودي غادي يكون لقاء مع الاخوه اللي هما اعضاء في المكتب السياسي، لا الاخ اوجار لا الاخ صديقي الاخ مصطفى بيتاس اللي هو دابا وزير الاتصال. قلنا لهم ودي المشاكل اللي كتهم القريه ديالك ولا الحومه ديالك ولا المدينه ديالك، وحنا ان شاء الله نتلاقاو معاهم ونتواصلوا معاهم. واعتمدنا كذلك على تواصل مباشر، راه درنا واحد اللقاء مع الاخ محمد الصديقي عضو المكتب السياسي والاخ محمد اوجار، راه حضروه الناس ماشي منخرطين ديال الحزب، واعتمدنا على تواصل مباشر انهم جاوا وتلاقاو يعني كان لقاء تواصلي مفتوح. فوالا، عطاوه المشاكل ديالهم بطريقه مباشره بدون حاجه لوسيط ولا وسطاء. نعم. الناس كيقولوا على ان المقر ديال حزب التجمع الوطني للاحرار مسدود ما كيتفتحش نهائيا. المقر ديال حزب التجمع الوطني للاحرار مفتوح، وكاين السي بالخير تما السي بالخير اللي هو المدير ديال المقر. واللي حضر تما كيكون في وقيته ديال الصباح توجور، غير السبت والحد اللي ما كيكونش. نعم. بغيت نعرف موقف ديال حزب التجمع الوطني للاحرار من مجموعه ديال القضايا الشائكه والمهمه اللي دازت في الاقليم، بما فيها ملف ديال الاراضي السلاليه على راسهم. هي بزاف ديال الملفات، بما فيها الملف الاخير ديال حمريه، وقع اعاده الايواء في حمريه في مدار الحاره الداري غياطه وحمو. شنو هو يعني وجهه نظر حزب التجمع الوطني للاحرار في هذا الشيء؟ بالنسبه للموضوع ديال الجماعات ديال الاراضي السلاليه واراضي الجموع هذه، نعم، حيت صارت ضجه كبيره وخرجوا الناس في احتجاجات. كما كتعرف الاراضي ديال الجموع والاراضي السلاليه ما كتعرفش المشكل ديال البارح ولا ديال اليوم. الاراضي السلاليه والاراضي ديال الجموع كتعرف واحد المشكل من النهايه ديال الاستعمار الى الان، من الظاهر ديال 1913 اللي كيهم هذه الاراضي. كاين مشاكل في يعني الناس سواء كتلقى شي واحد استوطن في ديك البلاصه وما كانش من الناس ديالها، ولا شي واحد متسلط على ديك الارض باغي ياخذها، ولا وكاين مشاكل في الاوراق، كاين مشاكل في المستندات ديالهم، المهم بزاف ديال الحوايج. ولكن الحمد لله حنا كما قلت لك راه الاشاره
حزب التجمع الوطني الاحرار الباب ديالو مفتوح للجميع، اللي عنده شي مشكل يتقدم لنا، وقدم لنا العديد من الاسئله الاعضاء ديال المكتب السياسي اللي بدورهم غادي يديروا لقاءات تواصليه مع السيد. يعني الا كان شي مشكل تشوفوا كيفاش ديروا تفكوه. بيان سور. بالنسبه للاعضاء ديال حزب التجمع الوطني الاحرار على مستوى اقليم قرسيف، واش ما عندهمش تضارب المصالح؟ واحد النقطه بعدا اللي شرت لها ديال القضيه ديال اعاده الايواء في حمري. نعم. القضيه ديال اعاده الايواء هو مشكل كان على الصعيد الاقليمي ديال قرسيف، وما يمكنش غادي نكر المجهودات نتاع ناس اخرين في حل المشكل ديالو. يعني ما غاديش نقول لك غير المنسق الاقليمي ولا غير المختار السهلي اللي هضر عليه كان مساهما، حزب التجمع الوطني الاحرار كان مساهما، الاشتراكي ولا الاستقلال ولا البام. جميع الفرقاء السياسيين ديالنا كانوا متبعين ذاك المشكل، وكل واحد كيتواصل مع الوزير ديالو ولا مع الناس ديالو ولا مع الحزب ديالو، وكنحاولوا نلقاو واحد الحل كل واحد من الجهه ديالو. تفك المشكل دابا ولا باقي؟ والحمد لله لما شفت القرار راه كان رجع الى حدود الاسبوع الفارط كانوا الناس خارجين في مظاهره استجاجيه على كل الاسره. نعم. ما عرفتش داك الشيء ديال التقياد وهذه ما نقدرش نعطيك شي لحقاش بصفت انا ماشي اداري ولا مسؤول باش غادي نعرف المشكل اسمه هو الاساسي. الكاميرا ديالك كلمه اخيره الناس اللي غيشوفونا اش غتقول لهم؟ بالنسبه للكلمه ديالي كنوجهها للشباب الدرجه الاولى. انا بعدا كنتعهد على راسي كرئيس ديال الشبيبه ديال التجمع الوطني الاحرار انني نعقد لقاءات تواصليه مع الشباب في مختلف الجماعات القرويه والحضاريه باش نوصلوا الرساله ديالنا ونوصلوا لهم شنو كيعني العمل السياسي وشنو كتعني المشاركه السياسيه. راه الا بغينا بلادنا تقدم على المستوى الوطني ولا الاقليمي ولا المحلي راه خصنا نخرطوا في الحياه السياسيه وفي المجتمع المدني ونحاولوا نديروا واحد اللحمه اللي تكون مكونه بين الشباب، حتى ملي يمشي الواحد يتواصل مع حزب اخر بين الفرقاء السياسيين كيلقى شباب اللي شاب كيواجه شاب وكيتصنت له وكيعرف المشاكل ديالو وكيعرف الطريقه اللي غادي يتواصل معاه بها، وان شاء الله غادي يكون غير الخير. وثاني حاجه بالنسبه للشباب سيرتو اللي حاملين المشاريع، كاين بزاف ديال البرامج اللي دارتهم الحكومه اللي كيهموا الشباب، وانه تحاول تكون واحد الطبقه ديال رواد الاعمال يكونوا كاملين شباب. راه كاين بزاف ديال المبادرات اللي كتدعم الشباب، راه خصكم غير تطرقوا البيبان وتعرفوا كيفاش تكون دارس المشروع ديالك وتعرف كيفاش تساهم في انك تقنع ذاك المتلقي ولا ديك المؤسسه انها تدعمك. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا سيدي يونس، كنشكروا حزب التجمع الوطني الاحرار على تلبيتكم للدعوه، كنشكركم على سعه الصدر ديالكم، والى حين لقاكم مع حزب جديد نتمنى لكم الصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. برنامج لمن يجرؤ على موقع قرسيف سيتي، من اعداد وتقديم الاعلامي وليد بهضاد واخراج نجيب المعلم.